السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال إن شاء الله. طبعا أنا زي ما قلت لك إن إحنا عايزين ننظم وقتنا، عايزين نهتم بالدراسة بكل حاجة برضو، يعني أقرأ كتب، أتعلم لغات، أروح جيم. طبعا أي حاجة أنت عايز تعملها في حياتك، يعني بتكون مثلا نفسك تعمل حاجة وخايف تكون مقصر فيها. بمعنى أنا عايز أهتم بالدراسة بس خايف أكون مقصر في هواياتي ولغاتي أو أيا كان يعني، وفي نفس الوقت ما اهتمش بدول وأسيب دراستي. طيب أنا أعمل إيه؟ أنا عايز حاجة تنظم كل الكلام ده. انا جايب لك النهارده يعتبر هو اقوى برنامج ممكن تشوفه في حياتك، حاجه كده في منتهى الجمال، اسمه نوشن. عشان اصلا تتعلم نوشن انت عايز كورسات، يعني عايز تتعلم كورسات وعايز ليله كبيره جدا. لكن انا ان شاء الله هحاول اوضح لك الموضوع بمنتهى السهوله، اديك اللي انت عايزه بس المهم، وباذن الله انت واحده واحده هتكون متمكن فيه جدا. يلا نبدا على طول عشان خاطر ما اضيعش وقتك. هنا يا شباب مثلا انا بفتح بيج عادي جدا، صفحه عاديه خالص اهو. هنا مكتوب هنا دي الصفحات، تمام؟ ده طبعا اللي هو الصفحه الخاصه بيا. هنا انا جبت لك حاجه فاضيه ابدا معاك من الصفر فيها، اللي هو بالتفصيل ان شاء الله، وفي نفس الوقت انت هتعرف تعمل كل ده لوحدك. طيب ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه برضو. دي حاجه اسمها صفحه، دي صفحه فاضيه جدا هعمل فيها اللي انا عايزه، جداول، كالندر، تقويم، مش عارف ليست معينه، اللي انت عايزه كله ممكن تعمله في صفحه واحده. طب ازاي؟ بالراحه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هنا مثلا هفترض ان انا هعمل مثلا صفحه عن المذاكره، تمام؟ المذاكره، تمام. ده اللي هو دي البيج بتاعتي، صفحه اوكي. طيب انا عايز مثلا احط لها ايكون معينه، كفر معين، اوكي ماشي. فوق هنا اد ايكون، اد كفر، ممكن تعمل كومنت خاص بيك ولا حاجه. طيب هعمل ايكون معين، ضغطت على الايكون هنا، تمام. طلع لي الايكون مش عاجبني بصراحه، اغيره، تك عليه، هيطلع لك مثلا اكتر من ايكون. انزل بقى براحتك كده، شوف اللي انت عايزه كله، اللي انت ممكن تختاره موجود. انا مثلا بحب اختار مثلا الاسد ده، او خلينا مثلا في الكره الارضيه، تمام مفيش اي مشكله. كده ده اللي هو مين ده، ده اللي هو الايكون بتاعتي. عايز مثلا اضيف كفر، خلي مثلا شكله كويس زي ما انت شايف كده معايا، اضفت الكفر اهو، تمام. مش عاجبني، اغيره، تشينج كفر. هيطلع لك اكتر من باك جراوند معينه، مثلا اختار اللي انت عايزه، بس اي حاجه انت عايزها، وبصراحه في منتهى الروعه كلك يعني. الفضاء، كره ارضيه، اللي انت عايزه. انا مثلا ممكن اختار مين؟ هفترض ان انا اخترت دي، اوكي. هتحمل معاك اهو. يبقى انت كده اخترت الايكون، الاسم، البيج، كل اللي انت عايزه. طيب انت ممكن برضه مش واضحه، اللي انت الجزء اللي انت عايزه مش واضح، ممكن تعمل ايه؟ ايوه زي ما انت شايف معايا كده، تمام. ضغطت هنا، ايوه ده اللي انا عايزه، اوكي سيف بوزيشن، تمام خالص. كده ده الحاجات اللي ايه، اللي هي يعني حاجات بسيطه خالص في الاول كده، مش مهمه يعني. مهم بقى ادخل معاك في المهم. انا مثلا هنا خلاص عرفت البيج، وانضفت عندي في القائمه هنا في الفيور اهي في جنب هنا، تمام. عايز مثلا، هنا بيقول لي هنا إيه يعني اللي انت عايز تعمله اعمله، الصفحه عندك فاضيه. تيجي هنا يا شباب بصوا جنب طيب دي، هتلاقي في علامه فيها حوالي 6 نقاط كده وعلامه بلس زائد، اضغط عليها. اللي انت عايزه بقى تكست، هكتب نص زي تعبيري مثلا، نص عادي مفيش اي مشكله فيه، تمام. عايز مثلا اعمل صفحه جوه صفحه، عادي جدا مفيش اي مشكله. مثلا عايز اختار تو دو ليست، اللي هو بتكتب مثلا انت هتخلص حاجه معينه، خلصتها تعمل جنبها صح اللي انت عايزه برضو. هيدنج اللي هو ممكن رص عنوان معين تحت منك اللي انت عايزه. في عندنا برضو شباب حاجه مهمه جدا اسمها اللي هو نمبرد، اللي هي يعني ايه؟ مثلا انا هرقم حاجه معينه، اول ما احط اللي هو اول ما اضغط عليها كده هيظهر لي واحد اتنين تلاتة أربعة اللي أنت عايزه، هو تلقائي مع نفسه هيعدد الأرقام وأنت تكتب راس الموضوع اللي أنت عايزه. طيب إيه توجل ليست ده بقى؟ توجل ليست دي شباب اللي هو مثلا أنا بحطها وبفرد تحت منها موضوع معين، بمعنى إن أنا لو ضغطت عليها هيظهر لي الموضوع، ضغطت عليها كمان مرة هيخفيه لي، يعني برضو كل ده هيبان وإحنا بنشرح مع بعض، ما تقلقش خالص. مثلا هنا عايز اضيف لينك معين، عايز اضيف رابط معين، اي حاجه اي حاجه انت عايزها، صوره، منشن لحد، رابط يوتيوب، اي حاجه انت عايزها، جدول، كل اللي انت عايزه موجود. طيب تعال نبدا كده برضو ايه بحاجه يعني مش صعبه. طبعا انا قلت لك الموضوع كبير جدا، ده بحر حرفيا، بحر كبير عشان تفهمه مش بسهوله خالص يعني. ده بحر كبير جدا عشان خاطر تتمكن فيه عايز كورسات، بس انا هقول لك اللي هو ايه الحاجات اللي هي ان شاء الله سهله ومش صعبه. طيب انا مثلا هبدا معاك هنا بتو دو ليست. فين تو دو ليست؟ عندنا ولا ايه؟ اهي تو دو ليست، تمام. اضفت لي تو دو ليست. انا مثلا عايز اعمل ايه؟ انا النهارده ان شاء الله هذاكر مثلا شابتر واحد، هتكلم مثلا عن اول فصل قصه ايا كان، مثلا هنتكلم يعني اللي هو مثلا كليه ثانويه اي حاجه، شابتر 1، تمام. اضغط انتر هيظهر لي على طول مربع جاهز، وكذلك مع نمبر واحد اتنين جاهز على طول. اول ما تتك على انتر يظهر لك على طول دي. طيب هعمل هنا شابتر 2 مثلا، شابتر 2، تمام، وهكذا. خلصت انت الكلام ده مثلا النهارده، اوكي صح جنبها كده، انت كده 10 10 تمام، خلصت.
اوكي طيب ماشي، غيره اشوف يعني عايز حاجه تانية. بس برضو زي ما انت شايف كده معايا، انا مثلا قلت لك عايز تعمل هنا مثلا ايه، هيدنج 1 2 اي حاجه، راس موضوع مثلا، عايز تعمل راس موضوع، وليكن مثلا جدول المذاكره اي حاجه، جدول المذاكره. تمام. هنزل مثلا معاك كده زي ما انت شايف كده، جدول المذاكره. اوكي انا مثلا عايز مين في جدول المذاكره يا شباب؟ هتكلم مثلا عن جدول طبيعي، هضيف ايه تيبل. ازاي؟ بنفس الفكره هنا معايا، تيبل اللي فين بقى، تيبل اهي، تيبل ان لاين. تمام، ظهر لي التيبل ده. طبعا انت شخصيا هتشوفه هتتخض، اللي هو يا عم ايه ده يا عم، مش فاهم حاجه. لا استنى، مفيش حاجه صعبه ان شاء الله. هنا عايز مثلا راس او الاسم بتاع الجدول، مثلا نعمله ايه مثلا، جدول مذاكره ماده معينه، فهخليه مثلا هنا تايتل هنا انجلش. تمام، انا كده خلصت اللي انا عايزه برضو، كتبت راس العنوان مفيش اي مشكله فيه. تمام. هنا النيم اسم الحاجه اللي انت عايزها، والجدول. طب ايه تاجز دي، ايه ده بقى؟ هنا مثلا اختار اللي انا عايزه، تاريخ معين، رابط معين، اللي انت عايزه كله. طب انا برضو عايز مثلا مثال، هكتب مثلا هنا هنذاكر مثلا يونت 1، يونت 1 يونت 1. تمام. مع مثلا شابتر واحد ايا كان مثال، مثلا هنا اي حاجه. اوكي عشان بس وقتنا، هنا مثلا اي حاجه، وهكذا. سوري هنا برضو، ايوه اي حاجه هنا. تمام اوكي طيب. اجي هنا بقى اللي هو انا مثلا عايز اعمل تاريخ معين يعني هنا. اوكي الماده خلاص اهي، وهغير مثلا هنا النيم اخليه سبجكت الماده اللي انت عايزها، تشيل نيم حط الماده هي ايا كان يعني. هنا بقى عايز تاريخ، تروح على مالتي سيلكت ديت، تروح على مالتي سيلكت. تمام معايا، تروح على ديت. خلاص مجرد ما تتك هنا يظهر لك تاريخ على طول اهو. اختار التاريخ اللي انت عايزه، 12 مثلا يناير، ودي هيكون مثلا 13 يناير، خد بالك معايا، ودي مثلا 14 يناير، ايا كان 14 يناير. تمام. طيب انا كده عملت لك الايه الجدول. ممكن اصلا اعمل لك حاجه تانية اجمل من دي بكتير. ازاي؟ هنا هيقول لي اد افيو، غير لي مثلا صيغه الجدول، هيبقى حاجه تحفه جدا اهو. اد افيو، عايز يظهر لك الكلام ده فهيت مثلا كالندر، فهيت اللي هو التقويم ذات نفسه اهو، كرييت. هيظهر لك، بص هتعمل معانا هنا، انزل كده معايا تحت اهو، 12 يناير 13 يناير 14 يناير اللي انت كتبته موجود هنا. وممكن تفتحها كده يظهر لك كبيج صفحه، كل مثلا التفاصيل اللي فيها، رابط يوتيوب معين، اسم مدرسين، اي حاجه انت عايزها مفيش اي مشكله. ممكن تغير اصلا الفيو ده خالص ترجعه زي ما كان تاني التيبل. ممكن تغير تيبل تخليه مثلا اي حاجه اللي هو انت عايزه. اد افيو مثلا تاني، كالندر فيو خليه مثلا اد افيو تاني. انا عايز مثلا في ليست، عايز اوصل لي في ليست وكرييت اهو، هيظهر لك في ليست يوم كذا واسم الحاجه اللي انت عايز تذاكرها اللي انت عايزه كله بالتفصيل، مفيش فيه اي مشكله. تمام. ندخل على اللي بعده، اللي زي ما قلت لك كده نمبر مثلا، عايز اعمل ارقام. فين النمبر؟ نزل تحت كده اهي، هيظهر لك رقم واحد تلقائي. كتبت في اي حاجه، اي حاجه انتر اتنين، اي حاجه انتر تلاته لوحده. تمام، انتر اربعه، اللي انت عايزه مفيش فيه اي مشكله. طيب يجي لي سؤال مهم جدا، ده بحر يا جماعه، ده كلام كتير، كلام كبير، انا اعمل ايه اللي هو شخصيا مثلا؟ لا يا عم انا كده برضو هتلخبط الموضوع كبير، انا عايز حاجه سهله وخفيفه. بص يا سيدي، نوشن بتقدم لك حاجه حلوه جدا، حاجه اسمها ايه، تمبلت، اللي هو مثلا الحاجه جاهزه، انا هجيب لك الحاجه جاهزه وانت اشتغل تلقائي، الجدول جاهز اللي انت عايزه جاهز. طب فين ده؟ تحت كده هنا. اه بالمناسبه برضو ممكن تكبر، ممكن تصغر كما تشاء يعني. مهم تمبلت اهي. تمام. هيظهر لي هنا حاجات مهمه جدا. بصوا يا شباب، ديزاين، قسم الديزاين، قسم الاديوكيشن، انجينيرنج، اللي انت عايزه هنا، قسم الهندسه. تمام. المهم انا شخصيا بحب بيرسونال، اللي هو طبعا ده مهم جدا، بيرسونال هو ده اهم حاجه فيهم اصلا. بيرسونال برضو بحر كبير، انا هستخدم مين فيهم؟ بصوا يا شباب، في حاجه اسمها تاسك ليست، وحاجه اسمها في ويكلي اجنده تحت، اعتقد تحت، ايوه هي ويكلي اجنده. ايه يعني ايه؟ فهمني برضو ايه ويكلي اجنده، اتك عليها كده هيظهر لك هنا الايام ماندي تيوزداي لحد اخر الاسبوع. طبعا بره عشان عارف ان اليوم عندهم بيبدا يوم الاثنين، لكن احنا عندنا السبت، فتشيلها واكتب السبت ستار دي عادي جدا. تمام. ايه ده بقى؟ هو عامل لك هنا زي
عرض ليك كده اللي هو زي على طريقه تو دو ليست. انا مثلا لا يا عم مش عايز كل الكلام ده، شيله خالص، بس انت فهمت الطريقه، شيل كل الكلام ده. تمام، ايوه، شيل كل الكلام ده، انا مش عايز منه اي حاجه خالص، شيل شيل. اوكي، طب هنا بقى هبدا ازاي؟ مثلا هتيجي هنا، ايوه اهو نفس الفكره، وتعمل مثلا اضافه، عايزها ايه؟ تو دو ليست اهي، وتعمل انتر. سوري سوري معلش يا شباب، هنا تو دو ليست اهو، كتبت اللي انت عايزه، انتر، تو دو ليست انتر. تمام، يبقى يوم الاثنين مثلا انا هخلص كل الكلام اللي انت شايفه ده. التلات اهو نفس الفكره، تو دو ليست اهو، اي حاجه. تمام، اوكي. طب افترض مثلا ان انا النهارده التلات، وذاكرت مثلا اربع حاجات وحاجه ما ذاكرتهاش، او خمسه ما ذاكرتهاش، اعمل ايه على طول؟ هفترض النهارده مثلا التلات وخلصت كل حاجه ما عدا ماده واحده، اعمل فيها ايه؟ اروح اسحبها كده واديها يوم الاربعاء. اوكي، كلام. الموضوع كبير جدا يا شباب، الموضوع فظيع بصراحه، مرعب يعني. طب انا مثلا عايز احول دي لبيج، خلاص حولها بيج، اضغط هنا وحول ايه؟ بيج، حول الى نمبر اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه موجود. ابدا بويكلي اجنده، حلوه جدا، سهله مش صعبه. والكلام ده هتلاقيه على الموبايل على فكره. انا عندي على اللاب، عندي على الموبايل برضو، كل اللي موجود عندي يعني بالتفصيل الحمد لله، عشان هو بالنسبه لي عشق صراحه يعني. طيب ايه تاسك ليست دي؟ نفس النظام الجدول. ديسكارد مش عايزها بصراحه دي. ادي ايه؟ تاسك ليست، نفس الفكره. ايه بقى الكلام ده؟ بيقدم لك حاجه حلوه جدا، بيقول لي هنا تو دو، دوينج، دان. ايه ده برضو؟ هنا هكتب قائمه الحاجات اللي انا لسه هعملها. طيب انا جاري اعملها، اسحبها هنا، اسحبها هنا، هعملها النهارده ان شاء الله، خلصتها اسحبها هنا. هل بس مع تو دو ودوينج ودان؟ لا، ممكن تغير الكلام ده، ممكن تشيله تخليه اي حاجه تانية. مثلا فاتوره هتدفعها لسه ما دفعتهاش، فلوس مثلا، كورس، ايا كان اللي انت عايزه موجود هنا. ممكن اللي انت بص بحر كبير جدا، عايز تغير الشكل تحوله لجدول تاني، هو ده نفس الفكره، الموضوع سهل جدا. يبقى انت ابدا ازاي؟ يا اما تاسك ليست، يا اما بويكلي اجنده، الاقيهم فين؟ في التمبلت هنا في الجنب. تمام، باذن الله ان شاء الله يعني هتكون بيرفكت فيه هنا. بس اوعى تنسى حاجه مهمه جدا، هنا تاسك ليست اهي، اعمل يوز ذس تمبلت، استخدمها، سيف اديت مش مشكله. هيظهر لك صفحه في الجنب اهو، اول ما تقفله تفتحه هتلاقي زي ما هي، مفيش اي حاجه هتتغير، كل حاجه زي ما هي، مفيش اي حاجه هتتغير لك خالص. طيب في حاجه مهمه جدا يا شباب برضه عايزك تعرفها. ايه هي الحاجه ديت؟ هنفترض مثلا هنا مذاكره زي ما كنا موجودين في قبله. عايز اضيف صوره، اضيف فيديو، اعمل ايه؟ نفس الفكره، تعالى هنا في جنب، نزل تحت، فين ايمج اهي، فيديو اللي انت عايزه، تفتحها كده، تشوز ان ايمج، افتح عندك هنا عندك على الموبايل او عندك على الكمبيوتر، افتح اللي انت عايزه بقى، حط هنا نزله، هتلاقي الصوت، اضغط عليه مرتين هتظهر لك هنا فين؟ على البرنامج. تمام، كل حاجه موجوده، كل شيء ممكن. انا قلت لك الحاجات اللي هي اساسيات، ممكن اعمل لك واحد تاني بقى ان شاء الله اكبر واوسع من ده كمان، مفيش مشكله. بس ده ابدا بيه، ابدا بيه، هتنظم كل حياتك، هواياتك، دراساتك، مذاكرتك، كل شيء ممكن تتخيله موجود هنا باذن الله تعالى، تبقى انت بيرفكت فيه ان شاء الله. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، والف شكر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.